في صحفي براس فجلة بيطلعوه على الفضائيات لأنه زملكاوي متعصب وبيحزق وبيجز، ورئيس رابطة مشجعي اشمعنى، وعنده كده غل وحقد وغيرة من الأهلي تكفي منطقة بحالها، وما تسمعش منه غير ليه بقى إن شاء الله واشمعنى إن شاء الله، وشيكابالا أعظم لاعب في التاريخ، ولا مش مقتنع ان ده ما بيفهمش كورة وأحسن من محمد صلاح 100 مرة، واللي مش عاجبه ما بيفهمش كورة ومحدش بيفهم كورة غيره تقريبا. غير بقى كل الهري اللي أنا حكيته ده، هو بيقول على نفسه إنه صحفي وإعلامي، بس أنا بشوف إن هو خبير شبت وبقدونس وخس وكرات. لكن حكاية الصحافة والإعلام دي صعبة عليه شوية. المهم الأخ بتاع الخضار لقى نفسه قاعد فاضي ومحدش معبره كالمعتاد، فقال لك اهبد هبدة من اللي بيعلوا الريتش. وبصراحة طلع ذكي فيها، لأنه عرف يختار يهبد على مين. لأنه بأمانة لو كان هبد على أي حد تاني أنا ما كنتش عبرته، لأنه من الشخصيات اللي خسارة فيها الكلام وسيرته في حد ذاتها مضيعة للوقت. لكن للأسف جاب سيرة الغالي ابن الغالي، فغصب عني لازم أروقه. الأخ بتاع الفجل بيتساءل عن سبب زيارة الخطيب لموقع العمل باستاد الأهلي، وليه لبس خوذة، وإيه اللي ممكن يكون حصل في الموقع من إنجاز بعد 3 أيام. بيلقح إن الخطيب بياخد لقطة وبيتمنظر وكده يعني. هو طبعا ما جرؤش يقول اسم بيبو، بس بيلقح. طبعا عمل اللي كان نفسه فيه، والناس كلها دخلت ردد عليه وعملوا له تفاعل قوي جدا على الأكاونت بتاعه، وهو المطلوب إثباته، حتى لو كان أقدم رد عليه من نوعية وانت مال أهلك. وأنا هنا بنتقي ألفاظي، ده سمع كلام صعب قوي. بس كلنا عارفين الناس اللي عديمة الدم والكرامة دي ما بيهمهاش، أهم حاجة الريتش. فأنا بالتالي مش هركب نفس ذنوب واشتمه لأنه اتشتم بما فيه الكفاية. لكن أنا هشرح له بيبو راح الموقع ليه، وليه هو واللي زيه ورئيس ناديه ما عندهمش حاجة يعملوها غير إنهم يتفرجوا على بيبو في التلفزيون وهو لسه بيجيب جوال في 70 من عمره، زي بالظبط ما فريقه كده بيقعد يتفرج على الأهلي وهو بيلعب في كأس العالم. الخطيب ومجلس إدارته كان ليهم وعود انتخابية مكتوبة وموثقة في الحملة الانتخابية بتاعتهم، والحمد لله المجلس ده قدر يحقق كل الوعود الانتخابية، ومنها على سبيل الذكر لا الحصر زيادة ميزانية النادي من 450 مليون إلى ما يزيد عن 7 مليار جنيه، عقود الرعاية لفريق الكورة آخر 4 سنوات تخطت 2 مليار جنيه، والعقد بتاع ال4 سنين الجايين إن شاء الله هيبقى خيالي، خصوصا بعد مشاركة الأهلي في كأس العالم. تم افتتاح الفرع الرابع في التجمع الخامس بحفل أسطوري وفرع عالمي يليق بالنادي الأهلي واسمه. تم تطوير الأفرع ال3 الباقيين بالكامل، شفنا الجراج اللي اتعمل في مدينة نصر والأسوار الجديدة والبوابات الأسطورية اللي عليها نسر الأهلي العالمي. بطولات في الكورة وجميع الألعاب لا تعد ولا تحصى، ويكفيهم 4 دوري أبطال من آخر 5 نهائيات لعبوها. الشركات ال4 للنادي الأهلي بيكبروا وبيساهموا كل يوم في زيادة استثمارات الأهلي وزيادة دخله. كان ناقص بس حلم الجماهير وحلم الخطيب شخصيا، وهو استاد الأهلي، واللي الحمد لله رغم الصعوبات الاقتصادية وعدم استقرار سعر الصرف، لكن خلاص الحلم قرب يبقى حقيقة. ويا ربنا يدينا ويدي بيبو طولة العمر لغاية ما نشوف أول ماتش للأهلي على ملعبه وبيبو هو رئيس النادي. تعالوا نضحك شوية بقى ونروح الجهة الأخرى من النهر بتاعت الأخ بتاع الكزبرة. كابتن حسين بيثبت يوم عن يوم إن ولا كلمة من اللي قالها في الوعود الانتخابية اتحققت. هو اشتغل بمبدأ دعونا ننسى أخطاء الماضي ونرتكب أخطاء جديدة. أهم حاجة في البرنامج الانتخابي بتاعتهم كانت التجديد لزيزو، وكلنا فاكرين عرفونا على كل الفضائيات يطلعوا ويطمنوا جمهور الزمالك وهنجدد لزيزو، ولحد النهاردة ما حصلش وشكله مش هيحصل. قالوا إن في خلال سنة هنكون سددنا كل الغرامات وأسقطنا الديون اللي على النادي، وبعد تقريبا 2 سنين النادي عليه قضايا فرجاني ساسي وباتشيكو، ده غير الضرايب والتأمينات والأوقاف والاتحادات الرياضية واستاد القاهرة. كل ده زي ما هو، بل بالعكس ده زودوا عليه ديون جديدة للقروض من البنوك. قالوا إن احنا هنبني فرع أكتوبر في خلال 2 سنين وهنعمل استاد عالمي، وزي ما انتوا شايفين كده مفيش مسمار اتدق في الأرض،
بياخدوا على حسها قروض بس. قالوا هنسدد مستحقات اللعيبة ومحدش هيبقى له جنيه عند النادي. لحد النهارده اللعيبة ما خدتش مقدمات العقود، وفي لعيبة ليها فلوس من السنة اللي فاتت. قالوا هنحسن الصورة الذهنية عن الزمالك وهنجيب رعاة، وما شفناش غير صورة ذهنية زبالة بعد واقعة الإمارات الشهيرة، والرعاة طلعوا مكرونة وبسكوت. المجلس ده كان بيعايب على مرتضى وهم بيعملوا زيه بالظبط. مرتضى كان بيمشي المدربين واللعيبة من غير ما يديهم مستحقاتهم. طب ما انت مشيت جروس وداي وميشالاك من غير ما تديهم فلوسهم. مرتضى كان بيشتم الحكام، طب ما الرئيس الفعلي للنادي بيشتم الحكام وبيكتب بوستات كلها شتيمة وعادي يعني. بعد سنتين من الفشل عرفنا كابتن حسين كان يقصد مين بالسوقة والعوام وأنصاف المسؤولين. دول ما حصلوش حتى أرباع المسؤولين يا كابتن حسين. عرفت ليه بيبو عمل زيارة لموقع الاستاديا بتاع الجرجير؟ عشان يطمن على استثماراته وعلى مستقبل ناديه. لكن لبليبو قاعد جنبك بالبيجامة لأن ما عندوش حاجة يطمن عليها، وعلى رأي المثل إيش ياخد الريح من البلاط. معلش طولت عليكم شوية، بس اللي يجي على بيبو لازم يتسفلت. ناس ما عندهاش دم.